أهلا بكم في توقعات جديدة وأحداث جاية وتوقعات كاملة للحلقة 10 لمسلسل السبع. وزي ما تعودنا مع حضراتكم إن التوقعات بتكون موجودة بين إيديكم حصريا وقبل عرض الحلقة. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ودعم الفيديو بعمل لايك. وبتبدأ حلقتنا مع زمرد اللي بتتفاجئ بالسبع وهو ورجالته لما بيحطوا سطيف والمفتاح قدامها. وبتكون الصدمة كبيرة جدا على زمرد لما بتشوف الاتنين ميتين. وهنا السبع بيوجه لها الكلام وبيقول لها: دول اللي انت كنت فاكرة ان هم هيقدروا يغدروا بالسبع، الكلبين دول جزائهم الموت لان دول خاينين. وانا غلطت من البداية ان انا ما خدتش قرار وموتت المفتاح، لكن كان لازم الامر ده يخلص. صحيح هو استنى شوية واذاني واذى رجالة كبيرة وتسبب لهم كمان في الموت، لكن النهاية ان هم موجودين في ارضك، وانا جبتهم هنا علشان يكونوا عبرة ليكي. ابو النوف بيقول له: ابني ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ والسبع بيقول له: اسأل بنتك اللي راحت واتفقت مع المفتاح على رقبتي قصاد ان هي تتجوزه. ابو نوف بيبص لزمرد وبيقول لها: معقول الكلام اللي بيقوله السبع ده؟ وقبل ما تتكلم بيديها بالقلم على وشها. اللي بيقول لها: انا كنت عارف ان انت هتجيب لنا مصايب كتير. وبينادي على نجمة وعلى السيدات اللي موجودات اللي بيقول لهم: دي ما تخرجش بره، ملهاش اي خروج. لكن السبع بيقول له: ابو النوف استنى، لازم تسمعني. انا قصدت ان انا اجيب المفتاح وسطيف علشان يكونوا موجودين جنب زمرد علشان هي تتونس بيهم. وبيقول له: ابني بلاش الكلام ده. لكن السبع بيقول لهم على الرجاله ان هم يحفروا قبر المفتاح، وبيقول لهم: يلا تووهم هما الاتنين علشان يفضلوا موجودين قدام عين العروسة اللي كانت هتتجوز المفتاح وفاكرة ان هو راجل. وبيحفروا قبر المفتاح وبيفضل موجود السبع والرجالة بتاعته. جواد وأبو العوف بيحفروا القبر وبيحطوا المفتاح وبيردموا عليه. والسبع بيقول لهم: قصة الخاين خلصت لحد هنا، ومن دلوقتي أي حد هيفكر إن هو هيخون هيكون ليه قبر زيهم تمام. ودلوقتي عندنا شغل كتير. اللي هياخد قرار إن هو يشتغل معانا هو عارف المطلوب منه، واللي يفكر ان هو يخون عارف جزاته كويس، وكلهم بيقولوا له اننا معاك. السبع بيرجع على طول هو والرجاله اللي معاه، وبيكون هناك عزام اللي بينادي عليه السبع وبيقول له: انت مين؟ وبيقول له: انا كنت طالع بحمولة علشان اوصلها، بس انا كنت طالع اقابلك، لكن للاسف ان المفتاح هو اللي اصطادني في الطريق هو والرجاله بتاعته، وعملوا عليا كمين وخدوا مني كمان الحمولة وربطوني. لكن السبع بيسأله: انت مين وجاي منين؟ وبيقول له: هقول لك كل شيء. مطيعة بتاخد الذهبات اللي اخدتهم من سوريا خانم وبتطلع على طول علشان تقابل الفضل، اللي بتقول له ان الخانم امرت لك بخمس ذهبات بس، هم دول اللي انت هتاخدهم، وانا شايف ان دول كويسين جدا علشان تبدأ حياتك بيهم انت وفريال. وبيقول لها: ازاي؟ وبتقول له: المهم ان انت تاخد في ريال وتمشي. وبيقول لها: ده هيتم ازاي؟ وبتقول له: انا اللي هبلغك بالميعاد، وهتكون منتظرها في وقت الفجر، وانا هخرجها من البيت. المهم ان انت تاخدها من الحارة وتمشي على طول، حتى لو هتطلع عند السبع بره. انا عارفة ان هو راجل كويس واكيد مش هيخذلك، وخصوصا لما يعرف ان هي بنت عزيز، علشان انا شفته موجود في البيت. المهم ان انتوا تتمموا امر الزواج بتاعكم، وبعد كده ترجعوا الحارة، واكيد الخانم هتبقى اتحطت قدام الامر الواقع، وساعتها مش هترفض ابدا. عزام بيتكلم مع السبع وبيحكي له القصة بتاعته، والسبع بيتفق معاه على نسبة صغيرة على الطحين اللي هينقله، وبينادي على الرجالة بتاعته اللي بيقول لهم: حطوا له الطحين بتاعه على العربية وخلوه ياخد العربية بتاعته ويرجع. احنا بينا وبين اي حد اتفاق، لكن عمرنا ما نغدر بحد ولا ناخد البضاعة بتاعته ابدا، لان ده اكل عيش ورزقه زي ما هو رزقنا بالظبط. وبينادي على الجواد اللي بيقول له: عايزك تشوف لي الحمولة اللي كانت موجودة عند المفتاح. وبيقول له: صار يا كبير. وبيطلع على طول هو وابو العوف، وبيلاقوا ان الحمولة كلها موجودة، وبيقول له: الحمولة كلها مخزنها المفتاح. وهنا السبع بيقول له: عايزك تجمع الرجالة وتحمل الحمولة دي كلها، بس قبل ما تمشوا بيها عايز مرسال يوصل الحارة. اللي بيقول له: أوامرك اللي انت عايزه. السبع بيستعد علشان يسلم البضاعة
لعزيز، ويبقى وفى بالحمولة بتاعته وشال منها الربع كمان. وعزام بياخد الحمولة بتاعته وبيرجع على طول على الحارة. أبو هدى موجود في المطحن بتاعه والحارة كلها بتتكلم عليه، لكن كلهم بيصابوا بالدهشة لما بيلاقوا إن عزام رجع بالبضاعة دي، وما بيعرفوش هو جه ازاي. وأبو الهدى بيقول له: ابني انت كنت فين؟ وبيقول له: ظروف الطريق. لكن أبو هدى بيقول له: الأمر ده مش طبيعي، ازاي قدرت ان انت تنجي من قدام الطرق؟ وبيقول له: عمي ابو الهدى الحال مشي وما تقلقش، انا امنت كل البضاعات اللي هتطلع بعد كده. وعلى طول بييجوا الغفر وبيطلبوا من ابو الهدى ان هو يبعت عزام معاهم. وبيقول له: الضابط سعيد عايزك. وبيطلع معاهم عزام على طول. لكن هدى بتبص لابوها وبتقول له: انا مش مرتاحه للي حصل ده كله. وبيقول لها: ولا انا. بس الظاهر كده ان عزام ده وراه قصة كبيرة، ازاي قدر ان هو يأمن الحمولة دي وهو بطوله وسط كل قطاع الطرق اللي موجودين اللي ما بيعدوش حباية قمح واحدة. وهدى بتقول له: هنعرف كل حاجة بس لما ينتهي من العسكر. مطيعة بتطلع على طول على فضة اللي بتقول لها ان اخويا رجع. وبتقول لها: الحمد لله. وبتقول لها: هو بخير. وبتقول لها: امي اطمني، اخويا رجع سالم غانم، ووصل كمان البضاعة اللي موجودة معاه. وبتقول لها: هو فين؟ ما جاش ليه؟ وبتقول لها: انا ما اعرفش، بس اكيد رجع على المطحن اللي متفق معاه، اللي هو مطحن ابو الهدى، علشان يشوفوا الشغل بتاعهم، وانا لازم امشي من هنا وبسرعة. وبتطلع مطيعة على طول وبتوصل عند سوريا، اللي بتقول لها: انا اتفقت مع الفضل واديته ال10 ذهبات زي ما انت امرت بالظبط، وبكده هو هيسيب الحارة وموضوعه هو وفريال هيتقفل. وسوريا بتقول لها: عفارم عليكي، وبتدي لها ذهباية، وبتقول لها: دي المكافأة بتاعتك، ولسه كمان هيكون ليكي جزء أكبر لما اطمن إن الفضل ده مشي على طول. عزيز بيتكلم مع عكاش وبيقول له ايه اللي حصل. وبيقول له ان عزام اللي شغال مع ابو الهدى سلم الطحين اللي معاه ورجع. وعزيز بيقول له: ازاي ده حصل؟ وبيقول له: كبير زي ما سمعت بالظبط. عزيز بيقول له: اخفى من وشي، هي دي المطحنة اللي انت كنت بتقول لي اننا هناخدها؟ دلوقتي اهل الحارة كلهم لما يعرفوا ان الكلب ده سلم الطحين اللي موجود معاه، الحارة كلها هتروح وهتشتغل معهم. لازم نفكر في فكرة تانية. رزق بيتكلم مع سوريا وبيقول لها: امي فتحت سعاد في موضوع الجواز. وبتقول له: ابني مش من اول مرة، المهم ان المتصرف الكلام اللي قلناه عنده المرة دي مراته كانت مقتنعة بيه، وانا حاسة ان سعاد عينها منك قوي. بس على العموم الامر ده هيحتاج زيارة منك تاني، وانا هخلي ابوك يتكلم مع المتصرف علشان الامور دي تمشي وتبقى كويسة. تابعوا معانا الاحداث اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.